أكدت وما زلت أؤكد أن مشكلتي ليست مع حركة حماس، ومشكلتي ليست مع المسلمين، مشكلتي مع إله الإسلام ومع نبي الإسلام. من قال لك أن هنالك إسلام حماس وإسلام هذا ما تقوله أنت تقريبا، وإسلام القاعدة؟ لا، أنا لا أقول هذا. أنا أقول أن الإسلام هو الإسلام، والقرآن هو القرآن، والقرآن منفصل في الشخصية، وإله الإسلام منفصل في الشخصية. فكل المسلمين الذين يتبعون إله الإسلام الكل يفسر الإسلام حسب مزاجه، ولكن هذا لا يلغي الشخصية الإسلام الإرهابي القاتل الذي يحض الناس على القتل وعلى تفجير أنفسهم في القرآن. أين يدعو الإرهاب للقرآن؟ اذهب إلى سورة التوبة الآية 5 والآية 29. المشكلة أن المسلمون لا يفهمون دينهم. أنا أدعو المسلمين أن يقرأوا قرآنهم وأن يفهموا قرآنهم أولا قبل أن يقولوا أن الإسلام هو دين السلام ودين رحمة. طيب أنا سأتي إله الإسلام، شخصية إله الإسلام تدعو إلى القتل، إلى قتل كل شخص غير مسلم. إله الإسلام يدعو إلى قتل اليوم. دعني أقول لك، ألا توافق على أن الإسلام يعترف بالأديان الأخرى؟ هنالك بعض الآراء الضعيفة لبعض المفكرين الإسلاميين، وهم لا يوجد لديهم سلطة أعلى من سلطة إله الإسلام الذي قال اقتلوا أهل الكتاب. هل محمد يمثل المثل الأعلى للمسلمين أم لا؟ محمد نبي الإسلام، أنت ماذا تعتقد؟ هل قتل محمد يهود خيبر أم لا؟ قل لي لماذا التحريف؟ يجب أن يكون المسلمون صريحين مع أنفسهم ومع العالم. محمد المثل الأعلى للمسلمين قتل يهود خيبر، وقتل يهود بني قريظة وبني النضير، وقتل نساءهم وسبى، وقتل أطفالهم وسبى نساءهم. يعني هذا هو المثال الأعلى للمسلمين. أنت مشكلتك مع التاريخ وليس مشكلتك مع الحاضر إذن. أنا مشكلتي مع محمد ومع إله الإسلام. هذا النبي الكذاب. إذ إن بقي المسلمون يعطون غطاء للإرهابيين، وإن بقى المسلمون يبجلون ويحترمون هذا الإرهابي الذي يفجر نفسه ويقتل أطفاله، سأتي لهذه النقطة. والدي شريك. من وجهة نظري إن طبق الإسلام بشكل صحيح سيتم تدمير كل العالم الإسلامي والعربي، وسيتم تدمير العالم إن طبق الإسلام بشكل صحيح، لأن كل مسلم سيصبح كابن لادن. أنا أقول أن المسيحيين مضطهدين بشكل أساسي منذ 14 قرنا، ليس من المسلمين، من إله الإسلام. الاضطهاد يبدأ في القرآن ويبدأ حسب تصرف نبي الإسلام.